لو في أي حد محتار في الشغل اللي ممكن يشتغله في 2026 أو قلقان إن وظيفته الحالية ممكن ما تكونش موجودة كمان كام سنة، فالكلام اللي جاي ده مهم جدا. بصوا، العالم بيتغير بسرعة الصاروخ، سرعة خض بجد. وظائف كانت أساسية من 5 سنين بس دلوقتي تقريبا مش موجودة، ووظائف تانية خالص ظهرت وبقت بتدخل لأصحابها آلاف الدولارات. وده بقى بيوصلنا للسؤال اللي غالبا بيقلق ناس كتير: هل الوظيفة الحالية فعلا في أمان للمستقبل؟ وده سؤال طبيعي ومنطقي جدا مع كل التطور اللي بنشوفه حوالينا كل يوم. اللحظة اللي احنا فيها دي هي لحظة اختيار، مفترق طرق. يا إما نكون من الناس اللي بتشوف التغيير جاي وبتستعد له، أو نكون من الناس اللي بتتفاجئ بيه وتلاقيه عدى وسبقها بكتير. القرار في إيدينا. طيب خلونا ندخل في المفيد على طول ونشوف إيه هي أقوى مجالات الشغل اللي جاية. هنتكلم عن 7 مجالات الطلب عليهم بيزيد بشكل مش طبيعي، وفيهم فرص حقيقية للنمو والأمان الوظيفي. ونبدأ بأقوى وأهم مجال حالياً: الذكاء الاصطناعي. يا جماعة، الذكاء الاصطناعي ده خلاص ما بقاش كلام عن المستقبل، لأ، ده هو الحاضر اللي احنا عايشينه دلوقتي. الشركات حالياً بتعتمد عليه بشكل أساسي تقريباً في كل حاجة. والحلو قوي في الموضوع إن الفرص مش بس للمبرمجين، لأ، أي حد ممكن يتعلم يستخدم أدوات زي تشات جي بي تي ويفتح لنفسه أبواب في مجالات زي كتابة المحتوى والتسويق وتحليل البيانات وحتى التصميم. والأهم من كل ده إنه مش محتاج يكون خبير برمجة عشان يبتدي. تاني مجال معانا هو تحليل البيانات. بصوا، الفكرة هنا بسيطة جدا. كل شركة في العالم عندها جبال من البيانات، لكن المشكلة الحقيقية إن عدد قليل جدا من الشركات دي عندها حد قادر يفهم البيانات دي ويطلع منها معلومة مفيدة. وهنا بقى بيجي دور البطل، محلل البيانات. مهمته إنه يحول الأرقام والبيانات اللي ملهاش معنى دي لقرارات ذكية تكسب الشركة فلوس. يعني مثلا لو شركة مبيعاتها بتقع، هو اللي يقدر يبص على الأرقام ويفهم بالظبط المشكلة فين، هل في المنتج ولا التسويق، ويقدم حلول مبنية على حقائق وأرقام. والسوق حرفياً عطشون للناس اللي بتعرف تشتغل على الأدوات دي بالذات. تعلم أي أداة منهم ممكن يكون بداية قوية جداً في المجال ده. تمام، نيجي للمجال الثالث وهو البرمجة. ورغم كل المجالات الجديدة اللي ظهرت، البرمجة لسه وهتفضل واحدة من أقوى المهارات اللي ممكن أي حد يتعلمها. كل حاجة حوالينا دلوقتي بتتحول لبرامج وتطبيقات، وده بيخلق فرص شغل ما بتخلص. ممكن نتخصص في تطوير المواقع أو تطبيقات الموبايل أو حتى تطوير الألعاب، بس خلوا بالكم من نصيحة مهمة قوي هنا: بلاش نشتت نفسنا. لازم نختار مجال واحد بس ونركز فيه لحد ما نتقنه تماماً. التخصص هو سر النجاح هنا. المجال الرابع، التسويق الإلكتروني. تخيلوا معايا كده إن في شركات مستعدة تدفع آلاف الجنيهات كل شهر لمجرد إن حد يعرف يدير لها إعلاناتها على فيسبوك وجوجل، صح؟ والله السوق ده ضخم بشكل لا يصدق. المهارات الأساسية هنا هي فهم الإعلانات وكتابة محتوى يشد الناس وتحليل الجمهور عشان نوصل للعميل الصح. وهنا بقى بنشوف إزاي كل حاجة بتسمع في بعضها. مهارات تحليل البيانات اللي اتكلمنا عنها من شوية بتبقى هي القوة الحقيقية هنا. وأحلى ميزة في المجال ده كله إن أغلب شغله ممكن يتعمل من البيت، وده بيدي مرونة وحرية كبيرة جداً. المجال الخامس هو صناعة المحتوى. كلنا بنقضي وقت على يوتيوب أو تيك توك، صح؟ طيب ما هو ده بقى شغلانة بجد. الموضوع ما بقاش مجرد تسلية وهواية، لأ، دي صناعة كاملة بتدخل فلوس كويسة جدا لناس كتير. والمجال ده واسع قوي، ممكن يكون المحتوى تعليمي أو ترفيهي أو عن تطوير الذات. ومع الوقت والصبر، مصادر الدخل دي قصة تانية خالص، بتتنوع بشكل كبير من الإعلانات والرعايات لحد بيع منتجات خاصة. سادساً، الأمن السيبراني. المعادلة هنا بسيطة وواضحة جداً. كل ما اعتمادنا على التكنولوجيا والإنترنت بيزيد، خطر الهاكرز والهجمات الإلكترونية بيزيد معاه بنفس السرعة. وعلشان كده الشركات مستعدة تدفع مبالغ ضخمة جداً عشان تحمي بياناتها وبيانات عملائها. صحيح الطريق في المجال ده ممكن يكون طويل شوية ومحتاج صبر وتعلم مستمر، بس اللي بيوصل بيبقى فعلاً عملة نادرة في السوق وبمرتبات عالية جداً. وأخيراً نيجي لآخر مجال معانا، وهو مجال مهم جداً، وهو مجال التصميم الجرافيكي وثلاثي الأبعاد. المبدأ الأساسي هنا هو إن ورا كل براند ناجح بنحبه وكل منتج بنشتريه في تصميم عبقري هو اللي بنى الصورة دي في دماغنا. بنتكلم عن تصميم اللوجوهات والإعلانات والفيديوهات، كل حاجة بنشوفها. والنهاردة بقى مع الأدوات الجديدة بتاعت الذكاء الاصطناعي، الموضوع بقى أسهل. لو في حد عنده بس شوية حس فني، يقدر يحول الموهبة دي لشغلانة تجيب له فلوس محترمة. طيب،
كلام جميل جدا، وعرضنا 7 مجالات مليانة فرص. بس السؤال اللي بمليون جنيه دلوقتي، أبدأ منين؟ إزاي كل الكلام ده يتحول لخطوات عملية؟ الخطة واضحة ومباشرة في 4 خطوات. أولاً، نختار مجال واحد بس ونركز فيه، بلاش تشتيت. تانياً، نتعلم الأساسيات من المصادر المجانية، ويوتيوب مليان كنوز حرفياً. تالتاً، ودي أهم خطوة فيهم كلهم، نطبق اللي بنتعلمه. لازم نعمل مشاريع بإيدينا حتى لو حاجات بسيطة في الأول. ورابعاً، نبدأ نشتغل كفريلانسر عشان نبني سابقة أعمال. خلوا بالكم، أكبر فخ ممكن نقع فيه هو إننا نفضل نتفرج على فيديوهات ونتعلم من غير ما نعمل أي حاجة بإيدينا. لازم نطبق. والخلاصة يا جماعة، الفرص موجودة وموجودة بكثرة كمان، لكنها موجودة للناس اللي بتتحرك وبتاخد خطوة. الكلام والمعلومات لوحدها ما بتعملش حاجة، التحرك هو اللي بيجيب نتيجة. وعشان كده السؤال الأخير لينا كلنا هو: إيه أول خطوة فعلية ممكن ناخدها النهاردة؟ مش بكرة، النهاردة. مجرد بس إننا نحدد الخطوة دي، ده في حد ذاته بداية كل حاجة.